السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد من قناة مطبخ الأكل العربي. وصفة اليوم سمك بوري مشوي بالزيت والليمون، وهعمل معاكم أرز وطبق سلطة. أول حاجة أنا هنضف السمك وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. هلأ بعد ما نضفت السمك نقعته بمحلول ملحي مع عصير الليمون لمدة نص ساعة. رح اديه آخر شطفة وبلش بعمايله. قبل اي حاجة هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. يلا بينا نبتدي بتحضير السمك. هنحتاج لتتبيلة السمك معلقة ملح، نص معلقة شطة، معلقة كمون، معلقة توابل سمك، وكمان راس توم مقشر، ربع كوب زيت نباتي، ومعي 3 حبات ليمون عصرتهم. هنزل بالمكونات بالكبة وهنضربهم بالكبة. هلأ بعد ما ضربتهم في الكبة شايفين، هلأ رح تبل السمك. هلأ بعد ما تبلنا السمك بنزل بباقي التتبيلة بقلب الصينية، وبضيف شوية شرايح ليمون، ضيف 1 فلفل. هلأ أنا بشغل الفرن على درجة حرارة من 165 ل 175. هلأ بعد ما دخلت الفرن 5 دقايق بضيف كوباية مي وبسيبها على درجة حرارة 165. آخر 5 دقايق برفع على الشواية عشان يتحمر. وبعد ما استوت صينية السمك يلا بينا نحضر رز الصيادية اللي بيتقدم جنب السمك. لتحضير الرز عندي 3 كوبايات من الرز. هلا انا بغسل الرز بس ما بنقعه. بعد ما غسلت الرز بتركه يتصفى لحد ما احمر البصلة. تحمير البصلة حطيت شوية زيت نباتي ومعلقة زبدة، وبنزل بالبصل المفروم، بضل اقلب بالبصل لحد ما ياخد اللون الذهبي. هلا بعد ما اخد اللون الذهبي بنزل بالرز، بستمر بتقليبها لمدة 5 دقايق. اثناء التقليب رح ننزل بمعلقة من الكمون ومعلقة من الملح، وبستمر بالتقليب. وهنزل بالمية. سامعين الصوت بعد ما فضلت اقلبها 5 دقايق، وبدي تقليبها. وبعدين بغطيه. هلا هاد شكل الرز بعد ما استوى، شايفين بسم الله ما شاء الله. ويلا بينا نحضر السلطة. محتاجين طماطم وخيار وجرجير وشبت وبقدونس ونص حباية ليمون وربع معلقة توم مهروس. وبعد ما خرطت كمية الطماطم هخرط الخيار. وبعد ما خرطنا الخيار راح اخرط الخضرة. وبعد ما خرطنا الخضرة هنزل بنص حباية ليمون اعصرها، وهننزل بالثوم ورشة كمون ورشة ملح، وهنقلبها. وهنزل برشة زيت،
وبعد ما جهزت السلطة يلا بينا نشوف الأكل في التقديم. وهات شكل الأكل بعد ما استوى. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.